لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين ونتوب إليه ونسأله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا ما أصررنا وما أعلنا، ونعوذ بالله من النفس الأمارة بالسوء، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فالله سبحانه وتعالى يقول: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يعلمنا القرآن كيف يكون الأدب من الابن لأبيه، وكيف يسود المجتمع الاحترام، فلا يجوز أن يكلم الولد أباه ويكلمه باسمه. الخليل إبراهيم يتكلم مع أبيه بأسلوب كله أدب، فيقول يا أبت. وليعلم كل مسلم أن الكلمة دين على المسلم، وليعلم كل مسلم أن كل الذنوب يؤخرها الله ما شاء إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجلها لصاحبه في الدنيا. ونشوف تمر الأيام ونشوف إسماعيل عليه السلام عندما يقول له أباه ويخبره بأن الله أمره أن يسبح ولده، فقال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اللفظ يتكرر والاحترام يتكرر. إن ربك لبالمرصاد وما ربك بظلام للعبيد. فليعلم كل مسلم أن ما يفعله مع أباه إن كان خيرا فإن الله يعجل له الخير في الدنيا، وإن كان شرا فإن الله يعجل له العقوبة في الدنيا كذلك. كل الذنوب يؤخر الله ما شاء إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الدنيا. ونشوف هذه النبي صلى الله عليه وسلم والهادي القرآن الذي يأمرنا بالأدب. الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن أبي قد أخذ مالي. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرجل فجاء يتوكل على عصا، فقال: هل أخذت مال ولدك؟ قال: ما أخذته إلا
أو وخالاتي يا رسول الله. وبكى هذا الشيخ الكبير، فما من حجر ولا مطر إلا بكى لبكاء هذا الشيخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. معنى ذلك إن الشاب لما يكبر والأب بيكبر في السن مطالب من الابن أو البنت إنها تكون بارة بوالديه، بأن يصرف عليهم كما يصرف على أولاده وعلى زوجته. وكما تقول كتب التاريخ أن رجلا مرض وكان يعيش في بيته مع أولاده وأمه تعيش في مكان آخر. فلما مرض وعلمت أمه بمرضه جاءته لتزوره. فلما جاءت وكان عند الابن طعام وشراب، فأرادت زوجة الابن أن تقدم شيئا لأم زوجها، فقال لها: ضعي كل شيء في مكانه. ولم يهشه لأمه، فحزنت الزوجة وخرجت الأم كذلك حزينة على ولدها، لا على طعام ولا على شراب. فلما جاءت حماته أم زوجته هش إليها وبش وقال لها: احضري كل ما لذ وطاب من الطعام، حتى يرضي زوجته في غضب رب العزة تبارك وتعالى، يرضي زوجته في غضب أمه، وهو ينسى ويتناسى أن رضا الوالدين من رضا الله عز وجل، وأن من أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين والمنان. من أكبر الكبائر أن يسب الولد أباه أو أن يشتم أمه. ولكن هذه الزوجة كانت لها موقف آخر، قالت له: يا هذا، إن أمك جاءت فلم تهش إليها، وجاءت زوجة حماتك فقمت إليها وهششت إليها وبششت، وأنا أعلم أن هذا دين، وأن لي أولادا سيفعلون غدا بي ما تفعلون، فلن أعيش مع رجل عاقا لوالدته. يعني وهذه كده من النساء القلائل التي يذكرهن التاريخ. فأبت، فلما وجد تصميمها علم أنه على خطأ، فأصلح ما بينه وما بين أمه. فدايما تبص تلاقي أحيانا الراجل يفضل حماته على أمه وعلى أبوه، وأحيانا يفضل الزوجة على أمه وأبيه، وأحيانا يفضل أولاده. ونشوفوا إن رضا ربنا سبحانه وتعالى في رضا الوالدين. وثلاثة لا يدخلون الجنة، منهم العاق لوالديه، مش هيدخل الجنة حتى ولو كان يصلي ويصوم ويفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. ولنرى أن مهما كانت لغة الأم ومهما كانت لغة الأب ومهما كانت اللهجة، فلا بد على الولد أن يطاع لوالديه، وأن يصرف عليهم من ماله كما يصرف على زوجته وعلى أولاده. وإن كانت كتب التاريخ لا تخلو من أمثلة عظيمة، ومنها الشاب الذي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن أمي سيئة الخلق، أي صليطة اللسان، لما تتكلم بتزعق،
لما تتكلم بيبقى لها شده شويه ابنها، وإن ما كانتش تتكلم مع ابنها وتفضفض مع ابنها وتزعج لابنها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما له ومعلما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ومعلما للأجيال الذي ما نراه اليوم الابن يفتح في أباه ويسب أمه وقد يضرب الأبوين، وهذه حقيقة لا شك فيها نراها في مجتمعنا وتطالعنا الصحف. هذا الذي يضربه أباه أو أمه لن يشم رائحة الجنة. اللي بيشتم الوالدين، اللي بيشتم الأب والأم، فالجنة عند قدم الأم، الجنة عند قدم الأم. ودعاء الأم يبقى للإنسان، فيقول يا رسول الله إنها سيئة الخلق، فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له إنها لم تكن سيئة الخلق حين حملتك في بطنها 9 أشهر، ألم تكن سيئة الخلق حين أرضعتك حولين كاملين، ألم تكن سيئة الخلق حين ظمأت لك وصارت لك ليلها؟ قال إني جزيتها، فإني قد حججت عنها يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تجازيها بشيء ولو بطلقة واحدة، اللي هي فطرة الولادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه وماله اصبر. اما انت تبقى انت صغير وما عندكش صبر، اما تبقى انت شاب وما عندكش صبر، اما مين اللي هيبقى عنده صبر؟ فيا اخواننا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما تدين تدان. زي الشيء اللي انت بتعمله هيقعد لك، ان خيرا فخير وان شرا فشر. تعالوا نرجع لكتب التاريخ مرة ثانية ونشوفوا. تقول كتب التاريخ أن رجلا كبرت سنه وأصبح يفعل ما يفعله الصغار، يقول على نفسه وغير ذلك. فلما رأى الابن كذلك من أبيه أخذه ليستريح منه، فلما أراد أن يذبحه قال له الابن، قال له الأب يا بني إذا أردت أن تذبحني فعند هذه الصخرة. أنت عايز تذبحني؟ قال لي عشان أرتاح منك، ما أنت تعبني. قال فعند الصخرة الثانية. فقال لمن؟ قال لأنني فعلت بأبي مثلما تفعل اليوم أنت بي، فيا بني افعل ما شئت. وربنا بيقول ايه؟ إن ربك لبالمرصاد. في شباب النهارده محتاجين يغيروا سياستهم مع أهاليهم. مهما قست الأم فهي أم، ومهما كانت قسوتها فهي أم، ولن يحبك أكثر من أمك، لن يحبك أكثر من أمك. ليه؟ لو الزوجة نفسها ممكن يحصل لك شيء لا قدر الله فتتجوز عليك. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة يعني؟ حصل ايه؟ لكن الأم تنكس على ولدها، وأحيانا الأم تربي أولادها ولا تريد أن تدخل رجل آخر على أولادها، فتضيع زهرة شبابها من أجلك. ومن أجل ماذا؟ أن تزاحم أو يزاحم كتفها كتف النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة. ما رضتش تجيب لك أب، ما رضتش تجيب لك أب، وجلست من أجلك وأضاعت بذلك
ذلك ظهرت حياتها من أجلك، فهل يقدر الابن ما تفعله الله؟ أو هل يقدر الابن ما يفعله الأب؟ ده بيجيب لك الغالي والنفيس عشان يرضيك. أنت اليوم تتمنى موتهما لأنهما إن فعل شيئا مما يفعله الله، كان وأنت صغير بولدك عطرا لأمك والمسك، تتمنى بقاء، وأنت اليوم تتمنى موتها. فرضا الوالدين من رضا الله عز وجل. رضا الوالدين، من نظر إلى والديه نظرة رحمة كتب الله له حجة. بعين الرحمة. ولذلك ربنا أمر بالوالدين إيه؟ قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إحسانا أي أحسن إلى والديك إحسانا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. شوف ربنا ذكرها أكثر من آية وجعلها بعد طاعة الله عز وجل طاعة الوالدين. ولذلك الصحابة كان كل واحد يطلب رضا والديه. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عرض على أمه الإسلام وكان فقيرا، فزمت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أبا هريرة الصحابي الجليل يحب رسول الله ويحب أمه، يكره أن يقال على رسول الله شيئا، لكنه أمسك بنفسه وبلسانه وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي وقال يا رسول الله عرضت على أمي الإسلام فأبت وأسمعتني ما أكره فيك يا رسول الله، فادعوا الله لا يا رسول الله. ادعي لها يا رسول الله بالهداية. خايف عليك، خايف أحسن تموت على الكفر والعياذ بالله. ادعوا الله لها يا رسول الله. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع أبا هريرة إلى بيته وترك الباب وإذا بأمه تتوضأ. ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت بدعاء رسول الله لها، فلم يكن بينها بين بيتها وبين رسول الله إلا مسافة قصيرة، فدعا رسول الله فاستجاب الله دعاءه. فلما دخل عليها أبا هريرة وقال كيف حالك يا أمي، قالت له أي بني أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يبقى شوف الحب، حبهم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وشوفوا حب الابن لأمه وحب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل إنسان ياخذ رضا الوالدين، ورضا الوالدين هينفعك في الدنيا، هيطول في عمرك ويزود في رزقك. يعني بعض الناس يعني لما بتبقى زوجة قاسية شوية تقول له انت هتطلع لأمك بايه ده كله؟ هات اللي معاك ويسيبه تحت. ده انت المفروض قبل ما تطلع فوق وقبل ما توكل اللي معاك تطعم والديك. ولذلك ايه لما نشوفوا القصة الطويلة المعروفة الثلاثة اللي دخلوا الغار وهم ماشيين وانسد عليهم باب الغار، فقعدوا يجلسون يدعون الله عز وجل، فكل واحد بدأ يذكر ما فعله من خير يتقرب به إلى الله عز وجل. فقال أحدهما اللهم إن كان لي أبوين شيخين كبيرين فكنت لا أطعم حتى أطعمهما، قبل ما يأكل هو ولا أولاده ولا زوجته يطعم والديه. ففي يوم تأخرت في المجيء، هو جاي يتأخر، هو كان بيرعى الغنم، فلما دخل
دخل بيته وجد أباه وأمه قد ناما، فأمسك بربوق اللبن وجلس بجانبه إلى أن بزغ نور الفجر، فقام أباه وقامت أمه فسقاهم اللبن قبل أن يطعم أولاده، فقال يا رب اللهم إني فعلت هذا الشيء ابتغاء لوجهك ففرج ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة بدعاء الوالدين، بدعاء الوالدين. وكذلك حتى بعد موت الإنسان أو موت الأب أو موت الأم لم يبقى لهم إلا الدعاء. فهل أنت ممن يدعو لوالديه بعد موتهما؟ هل أنت ممن يستغفر لوالديه بعد موتهما؟ أو ده بر الوالدين بعد موتهم، الاستغفار لهما. هل النهارده ما بنفتكروش ده بنروح نجيب على المقبره يقول لك ابويا الله يرحمه، ده فلان الله يرحمه، وينسى وينسى ويتناسى، والنسيان طبيعة الإنسان. بر الوالدين بعد موتهما أن يستغفر لهما وأن يتصدق عليهما. يعني أنت كنت بتعبدهم لو هم موجودين، كنت ممكن تصرف عليهم حتى بعد موتهم، تخرج صدقة لأن في الحديث الذي رواه مسلم ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. فالعلم أو الصدقة الجارية هتنفع الإنسان، أو الدعاء. فأفضل شيء لمن يتذكر والديه أن يدعو لهما وأن يستغفر لهما في كل وقت وفي كل صلاة. ليه ما تجعلهاش قاعدة كده؟ رب اغفر لي ولوالدي، تدعي لي في كل وقت وفي كل صلاة حتى يدعو لك أبنائك. بروا آباءكم تبركم أبناءكم. ده دين، وربنا يؤخر كل عقوبة، كل العقوبات يؤخرها الله ما شاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب تؤخر ما شاء إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الدنيا. شوف كل ذنب عملته ممكن يتأخر ليوم القيامة إلا عقوق الوالد، فإن الله يعجله له. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا من البارين بآبائنا وأمهاتنا، وفي يوم الجمعة ساعة إجابة. واسأل الله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بذكره تطمئن القلوب، وبعفوه تغفر الذنوب، وبقدرته تفرج الكروب. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أصحاب أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليرجع الشباب مرة أخرى ولينتظروا وليبقوا على دعوة من الأب أو الأم تنفعهما في الدنيا والآخرة، بكلمة طيبة تدخل الإنسان الجنة، بدعاء من الأم تفرج الكروب وتستر العيوب وتغفر الذنوب. بسأل الله العظيم أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، أن يتجاوز عنهما يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم تجاوز عن زلاتنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واطلب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارفع عنا البلاء، وارفع عنا الغلاء، وارفع عنا الوباء يا رب العالمين. اللهم اشف أمراض المسلمين، وارحم أموات المسلمين. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا
اللهم وحد صفوفنا واجمع كلمتنا واحسن ختامنا في الأمور كلها يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فبارك لنا فيه يا أرحم الراحمين. عباد الله، اعلموا أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وقوموا إلى صلاتكم يرحمنا ويرحمكم الله، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم.